واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من امريكا. الاعلام الامريكي من ساعه وقف اطلاق النار في غزه وهو بيتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل، والسؤال اللي بيتكرر: هل ترامب هو السبب في الوصول لوقف اطلاق النار ده؟ خصوصا ان الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه كان معروض على نتنياهو من مايو 2024، يعني من اكتر من 6 شهور، وحماس كانت موافقه عليه لكن نتنياهو ما كانش موافق عليه. لكن رجع نتنياهو دلوقتي ووافق على نفس الاتفاق اللي كان بيسمى بخطه بايدن، يعني وافق على نفس الاتفاق اللي ما كانش موافق عليه في مايو 2024. وبيقولوا ان هو لو كان وافق على الاتفاق في مايو 2024 كان هيبقى عدد الناس الأسرى الأحياء هيبقى أكتر، وكان هيوفر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين اللي اتقتلوا واتجرحوا في غزة في ال6 شهور اللي فاتوا. واحنا شايفين الحقيقة حتى في الأيام الأخيرة عمليات قوية جدا في بيت حانون اللي هي في شمال غزة، ضربات قوية جدا لجيش الاحتلال رغم مرور 15 شهر على الحرب. الحقيقة صمود أسطوري من المقاومة الفلسطينية، وخصوصا هم محاصرين في هذا القطاع، مش محاصرين من إسرائيل بس، طبعا انتوا عارفين مين اللي محاصرهم كمان غير إسرائيل، وما عندهمش أسلحة ولا ذخائر، بيستولوا على أسلحة من الإسرائيليين وبيستخدموا بعض القذائف اللي لا تنفجر أثناء الغارات الجوية وبيستخدموها في تفجيرها في جنود العدو. الحقيقة يعني أثار استغراب الإعلام الأمريكي أن نتنياهو وافق على هذه الصفقة رغم أنه ما كانش موافق عليها قبل كده في مايو 2024. واتضح أن كان في مبعوث من ترامب موجود في هذه المفاوضات وضغط على نتنياهو بشدة، لكن زي ما بقول لحضراتكم مش ده السبب الوحيد. هي صمود المقاومة والخسائر العالية جدا داخل الجيش الإسرائيلي وأهالي الأسرى الإسرائيليين اللي بيتظاهروا كل يوم مع الضغط مع ترامب هو اللي اضطر نتنياهو انه يوافق على هذه الصفقة مرغما وفي اعلان استسلام زي ما هنشوف دلوقتي، وتخلى عن كل يعني الحاجات اللي اعلنها. هيدمر المقاومة في غزة وهيهجر اهل غزة وهيرجع الاسرى بالعمليات العسكرية. كل ده فشل فيه على مدى 15 شهر رغم الدعم كمان، مش الدعم العسكري غير محدود اللي احنا طبعا عارفينه وشايفينه، كمان الدعم الاستخباراتي من كل الدول الغربية وكل الأقمار الصناعية، يستخدم كل الوسائل نتنياهو عشان يرجع الأسرى وما يوصلش لوقف إطلاق النار، لدرجة ان هو عرض 5 مليون دولار على أي شخص يرجع له أسير ويخرجه هو وأسرته من غزة. يعني يديله أي شخص يرجع له أسير إسرائيلي يعني يديله 5 مليون دولار ويخرجه هو وأسرته. ده حتى الرشوة جربها ما نفعتش، ففي الآخر ما كانش فيه بد غير من الاستسلام لمطالب المقاومة في غزة والانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل. ومحور نتسارين اللي كانوا بيقولوا عمرهم ما هيطلعوا منه، ومحور فيلادلفيا ابتدوا بالفعل ينسحبوا منه. فده الحقيقة إنجاز كبير جدا للمقاومة، الحقيقة تحية كبيرة جدا لأبطال المقاومة وصمودهم الأسطوري. لكن نرجع تاني لموضوعنا في السياسة الأمريكية. ترامب دايما كالعادة بيحاول ياخد اللقطة وبيحاول ينسف أي فضل لبايدن. فأثناء المؤتمر الصحفي كان بايدن بيتكلم الكلمة الأخيرة بتاعته، كلمة الوداع كرئيس، يعني إن خلاص خلال 4 أيام لازم السلطة تتسلم، يعني يوم 20 يناير هيتم تسليم السلطة لترامب رسميا. فبايدن يعني كان في كلمة الوداع وهو ماشي، صحفية سألته سؤال: يا ترى الفضل في توقيع اتفاقية إطلاق النار ليه يرجع ليك، يعني يرجع لبايدن ولا يرجع لترامب؟ خلينا نشوف ازاي السؤال ده ضايق جدا بايدن لدرجة ان لها انت بتهزري. خلينا نشوف رد الفعل بتاع بايدن لما تم سؤاله ان هل يعود الفضل لترامب ام بايدن في توقيع وقف اطلاق النار في غزة. Thank you. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh.
طبعا بايدن حس ان ترامب سرق منه الاضواء، وان كل المجهود اللي بذله مع نتنياهو في الفتره اللي فاتت دي لمحاوله وقف الحرب فشل. وترامب عرف يتعامل مع نتنياهو. خلينا نعترف ان ترامب عرف يتعامل مع نتنياهو، ان بايدن كان ربما يكون اضعف رئيس في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه بالكامل. كان شخص منساق وضعيف جدا، ونتنياهو حس ان بايدن ضعيف ومش قادر يؤثر في اي شيء، لذلك كان بيتمادى بكل شكل، وكان الحقيقه بيتعمد انه يحرج بايدن. يعني بايدن على سبيل المثال طلع قال ما تدخلش مدينه رفح، نتنياهو طلع قال هدخل مدينه رفح. ويعني يعني في اوقات كتيره جدا نتنياهو تعمد ان هو يحرج بايدن بشكل الحقيقه مسيء جدا، لاول مره بنشوفه في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. لكن واضح ان نتنياهو الى حد ما بيحترم ترامب، وبيخاف من ردود افعاله اللي ممكن تكون ردود افعال قويه. فدي نقطه الحقيقه لازم الحقيقه نعترف بيها، ان هناك فرق كبير جدا في تعامل نتنياهو مع ترامب، وخصوصا ترامب جاي 4 سنين بقى قادمين. نتنياهو محتاج ترامب في ملفات كتير جدا، فواضح انه استجاب لضغط ترامب في هذا الموضوع. ترامب اتكلم قال انه المفروض ياخد جائزة نوبل للسلام، يعني رغم انه حتى ما كانش في السلطة ولا حضر كل المفاوضات اللي فاتت دي، لكن هو شايف انه المفروض ياخد جائزة نوبل للسلام. ترامب كمان حس انه مش هيقدر يحل موضوع اوكرانيا وروسيا زي ما كان بيقولوا انه يحله في خلال 24 ساعة، فكان تركيزه الاكبر على الملف اللي هو كان شبه خلصان، بسبب ان اسرائيل زي ما قلت لحضراتكم تعرضت لخسائر كبيرة جدا في قطاع غزة في الايام الاخيرة. وفي شمال غزة الصواريخ بتطلع من شمال غزة لحد دلوقتي. اهالي الاسرى عاملين مشاكل كبيرة جدا، وبيتظاهروا بشكل شبه يومي، عاملين مشاكل لنتنياهو. والجيش نفسه الاسرائيلي يعني بعض الجنود كانوا خلاص يعني عايزين يهربوا من الخدمة، مش قادرين يقعدوا في جحيم غزة، بيموتوا ومش قادرين يحققوا اي هدف عسكري. اسرائيل لم تحقق اي هدف عسكري في غزة. اسرائيل اللي عملته جرائم ضد الإنسانية، قتل النساء والأطفال، هدم بيوت. فدي مش إنجازات عسكرية، دي مجرد جرائم. عشان كده محكمة العدل الدولية أدانتهم بالإدانة الجماعية وطلعت أمر باعتقال نتنياهو. فهي دي الصورة، إن ترامب حس إنه مش هيقدر يحل موضوع أوكرانيا وروسيا. الموضوع طلع معقد. روسيا بتطالب بحاجات مبالغ فيها، وأوكرانيا مش هترضى إنها تسلم أراضيها زي ما كان ترامب متخيل ان اوكرانيا هتسلم ارضها بسهوله. فحب يضغط على الملف ده اكتر عشان يحقق اي انجاز. لما يدخل البيت الابيض يبقى عنده انجاز. وهو ده الكلام اللي بيقوله، انه عشان كده كان بيهدد ويحول الشرق الاوسط لجحيم. وبعد كده شفنا الحرائق في كاليفورنيا وحاجات تانية كتير قوي. المهم ان هو حس ان ده الملف اللي ممكن ان هو ينجز فيه اي شيء، لان ملف اوكرانيا وروسيا بعد ما فهم عرف انه معقد بشكل كبير. طيب ده زي ما قلنا لحضراتكم ان في الاخر كل الاهداف اللي اعلنها نتنياهو واهداف الحرب تخلى عنها تماما، واذعن يعني مطالب المقاومة في غزة بسبب صمودهم وبسبب فشل الجيش الإسرائيلي على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستخباراتي في استعادة الأسرى في غزة على طول الفترة دي، طول فترة 15 شهر. ودي طبعا فترة كبيرة جدا. فالإعلام الإسرائيلي يعني طالع بقى بينتقد نتنياهو، وانت مش قلت بقى ان انت الجناوي، وانت بقى اللي مش هتسمح ومش هتوقف الحرب غير لما تدمر حماس وترجع الأسرى بالقوة وتعمل وبتاع، وفي الآخر رحت وافقت على الشطب. طيب في ظل ان الإعلام الإسرائيلي طالع بيهاجم نتنياهو وبيقول انه استسلم لحماس وللمقاومة في غزة، بتلاقي اللجان الإلكترونية للأنظمة الديكتاتورية في المنطقة بتحاول تظهر اللي حصل في غزة ده ووقف إطلاق النار ده هزيمة للمقاومة، وبيحاولوا يشوهوا هذا النصر. عشان كده يعني وشفت كذا واحد من اللجان، خصوصا اللجان بتوع النظام المصري، اللي بيحاولوا يشوهوا انتصار حماس وبيحاولوا يصوروه كهزيمة. والحقيقة شيء غريب جدا لأي حد
يعني متابع الوضع السياسي ومتابع كلام نتنياهو والوعيد المتواصل اللي كان والتهديدات المتواصلة اللي كان يعني دايما نتنياهو بيقولها على مدى 15 شهر، ونفس الكلام كان بيقوله ولن نتخلى ولن نتزحزح، وفي الآخر كل حاجة اتغيرت يعني. مهم يعني ردا على الكلام اللي بتقوله اللجان اللي طبعا احنا عارفين هي تبع مين، في بقى حاجة مهمة قوي. خلينا نشوف الإعلام الإسرائيلي نفسه وهو بيتكلم عن حالة الهزيمة اللي تعرضت لها إسرائيل على أيدي رجال المقاومة وصمودهم الأسطوري اللي في الآخر خلت نتنياهו יוזען يعني شروط المقاومة. היחידי שאני מכיר בצורת לחימה זה של טראמפ, שאיך הוא קיפל את נתניהו בטרם הוא נכנס לתפקידו. התוצאה של ההסכם הזה מלמדת על כישלון של ראש הממשלה נתניהו, כישלון מדיני, ועל כישלון של הצבא, של הרמטכ"ל הרצי הלוי. הצבא לא סיפק את הסחורה, לא הביא את הניצחון המצופה על חמאס, הדרג המדיני לא הביא את החלופה השלטונית, ושניהם גם יחד כשלו והביאו אותנו למצב הזה, להסכם כזה. ده كلام مهم من الإعلام الإسرائيلي نفسه. كمان كان في مقابلة على قناة CNN الأمريكية مع بن غفير وهو وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو. ده بقى شخص في حكومة نتنياهو نفسها، وهو بيقول ان ده استسلام، ان اسرائيل استسلمت لشروط المقاومة، ودي الحقيقة، وانه كمان بيهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. خلينا نشوف وزير الامن الداخلي بن غفير وهو بيؤكد على انتصار المقاومة على اسرائيل. The deal that is being crafted is a surrender deal to Hamas. I call on my friend Mr. Bezalel Smotrich to join me and together cooperate against the deal that is being crafted. Otzma Yehudit does not have the power to prevent the deal alone, but together we can go to the Prime Minister and inform him that if he passes the deal, we are resigning from the government. I emphasize, even if we are in opposition, we will not bring down Netanyahu, but this cooperation is our only way to prevent the surrender deal, to prevent this terrible deal, and to ensure that the deaths of hundreds of soldiers will not be in vain. ده او دي اعترافات مهمه سواء في الاعلام الاسرائيلي او سواء من مسؤولين داخل حكومه نتنياهو نفسها بيعترفوا ان دي هزيمه. ده رد على الناس اللي احنا طبعا عارفين هم تبع مين وقاعدين 24 ساعه بعد يعني ما تم التوقيع على وقف اطلاق النار تشويه في المقاومه، تشويه في المقاومه، تشويه في المقاومه، ومحاوله قلب الحقائق الى يعني دي هزيمه. واحنا شفنا حتى اهل غزه غير كمان الاعلام الاسرائيلي وبيعترف بالهزيمه، شفنا احتفالات اهل غزه بهذا الانتصار. الحقيقه انتصار كبير جدا لمقاومه يعني محاصره في قطاع صغير جدا، وزي ما قلت لحضراتكم كل مخابرات الدول الغربيه كانت بتساعد اسرائيل، لكنهم فشلوا فشل ذريع على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستخباراتي على مدى 15 شهر متواصله من حرب الاباده. وإسرائيل لم تحقق زي ما قلت لحضراتكم أي هدف عسكري، كل اللي حققته هي جرائم ضد الإنسانية وقتل النساء والأطفال. يعني كل يوم نطلع نشوف الأخبار المؤلمة عن نساء وأطفال وشيوخ إسرائيل بتقتلهم، لكن على الجانب الآخر لما بتلاقي خسائر لإسرائيل بتبقى خسائرهم جنود يعني في المعركة، وجنود من النقطة صفر، مقاومة بتحارب الجنود، والجيش اللي بيقول نفسه على نفسه جيش أكثر جيش أخلاقي في العالم، وهو أحقر جيش في العالم، يعني بيقتل النساء والأطفال، وهو ده الإنجاز العسكري اللي عملوه في خلال 15 شهر، وعشان كده هم تم إدانتهم بتهم الإبادة الجماعية. طيب احنا قلنا ترامب يعني قال بقى الجحيم في الشرق الأوسط، وبعد كده شفنا الحرائق اللي موجودة في ولاية كاليفورنيا اللي مستمر لحد دلوقتي، ويعني الرياح يعني سرعتها وصلت لأكثر من 80 ميل في الساعة، فزادت هذه الحرائق لدرجة ان ولاية كاليفورنيا على فكرة بيحصل فيها حرائق في الوقت ده، لكن الحرائق دي بسبب سرعة الرياح كانت الخسائر بتاعتها لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كلها. فالنهاردة قالوا بعض التقديرات لأول مرة يعني عن هذه الخسائر. ما فيش ناس ماتت كتير، مات حوالي 10 أشخاص بس رفضوا ان هم يخلوا منازلهم، فما فيش خسائر
يعني في الأرواح، لكن هناك خسائر مادية تقدر بحوالي 250 مليار دولار. مبلغ طبعا كبير جدا، وزي ما قلت لحضراتكم يعني كاليفورنيا بيحصل فيها حرائق في الوقت ده تحديدا، لكن لأول مرة تبقى الخسائر بهذا الحجم. مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أجزاء كبيرة جدا منها اتساوت بالأرض بسبب هذا الحريق. ولوس أنجلوس يعني مدينة غالية، يعني البيوت اللي فيها من أغلى المناطق الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فعشان كده الخسارة المادية عالية جدا بسبب ان حتى المنازل اللي تم تدميرها هي منازل اصلا فخمة ومنازل غالية جدا جدا يعني. لكن الشيء المؤسف ان بنلاقي ناس فرحانين في الحرائق اللي موجودة في امريكا، ويقول لك يا رب يزيد ويبارك. يا جماعة لازم دايما نفرق بين الشعوب وبين الحكومات او سياسة الحكومات. احنا شفنا في الولايات المتحدة الامريكية مظاهرات داعمة لفلسطين في كل الولايات، والى حد دلوقتي اكتر من كل الدول العربية. شفنا مظاهرات في الجامعات الامريكية كلها في كل الولايات اكتر من اي دولة عربية اللي مش مسموح فيها التظاهر عشان فلسطين ولا حتى رفع علم فلسطين. فالشعب الامريكي زيه زي اي شعب تاني يعني كان عليه غمامة، ودلوقتي بسبب وجود السوشيال ميديا ابتدت هذه الغمامة تروح، فابتدى يعرف وفكرته عن القضية الفلسطينية اتغيرت تماما. عشان كده شفنا مظاهرات داعمة بشكل كبير جدا لفلسطين كلها طبعا، يعني في كل الولايات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كاليفورنيا كتير جدا وفي نيويورك وفي كل الولايات، وثورة الجامعات. وشفنا الطلبة الأمريكيين لما كانوا بيتعرضوا ل يعني ضغوط جامدة جدا والحرمان من دخول الامتحانات والفصل التعسفي من الجامعات عشان يوقفوا ثورة الطلاب دي، لكن مع ذلك الطلاب استمروا في اعتراضهم وطلبوا يعني كانوا بيرفعوا علم فلسطين داخل جامعات كبرى زي هارفارد وMIT وكولومبيا وكل الجامعات الكبرى دي كانت يعني فعشان كده زي ما بقول لحضراتكم في فرق بين السياسيين الفاسدين زي بايدن ويعني واعضاء الكونجرس اللي اسرائيل مشترياهم عن طريق اللوب الصهيوني، والشعب الامريكي العادي اللي اول مره بنشوفه بينزل بيدعم القضيه الفلسطينيه وعرف اسرائيل على حقيقتها. وده هيغير يعني تغيير بطيء في يعني السياسه الامريكيه. وشفنا القضيه الفلسطينيه لاول مره بتطرح بقوه في المناظرات الرئاسيه الامريكيه، وفي حتى الاماكن الانتخابيه بقوه، يعني بتتعرض بشكل واضح وصريح. ويعني العرب بتوع ميتشيغان اتكلموا مع ترامب اكتر من مره وقالوا له انك لازم توقف الحرب، ويعني هذا الموضوع تم طرحه بقوه لاول مره، كان في ضغط شعبي حقيقي. فخلينا نفرق بين السياسيين الفاسدين وبين الشعب. فعيب قوي الناس اللي هي يعني بتفرح في الحرايق وبتفرح في المصايب، ده اعتقد انه شيء الحقيقه سيء وضد يعني ضد الاخلاق. وزي ما قلت لحضراتكم الناس دي عملت مظاهرات ودعمت القضيه الفلسطينيه ربما اكتر بكتير جدا من اي دوله عربيه اخرى، يعني اللي ربما يكون يعني بتمنع المواطنين بتوعها ان هم ينزلوا يتظاهروا لدعم فلسطين، او زي ما شفنا يعني واحد في استاد يرفع علم فلسطين في مصر يروحوا يقبضوا عليه. يعني شيء الحقيقه سيء جدا. طيب عايز بقى بما اننا بقى بنتكلم كمان عن الناس اللي دعموا فلسطين، ده يعني احنا يمكن غطينا موضوع المظاهرات ده اكتر من مره وشفنا المظاهرات، لكن خلينا اقول لحضراتكم حاجه تانية برضو عشان هذه النقطه المهمه جدا، ان الشعب الامريكي ملوش علاقه والسياسه الامريكيه اللي بيحددها اللوبي الصهيوني عن طريق بعض السياسيين الفاسدين اللي على راسهم بايدن يعني. فموظفين داخل وزاره الخارجيه الامريكيه، مش هنتكلم بقى على ناس عاديين ولا على مظاهرات ولا على طلبه، هنتكلم عن موظفين في وزاره الخارجيه الامريكيه اعترضوا بشده على دعم بايدن الاعمى لاسرائيل، وطلعوا ادوا بشهادتهم اللي هي شهاده مهمه جدا وممكن يعني يتم الاستفاده من هذه الشهاده. ويعني بعد ما اعلنوا شهادتهم ورفضهم للمشاركه في الاباده الجماعيه اللي بتحصل في غزه استقالوا من مناصبهم. ده جزء
من شهادة بعض موظفين الخارجية الأمريكية اللي هم طالعين يدينوا يعني السياسة الأمريكية والدعم الأعمى لإسرائيل والأسلحة اللي كانت أمريكا بتبعتها واللي لازالت بتبعتها لقتل النساء والأطفال والشيوخ داخل غزة. What is happening in Gaza would not be able to happen without U.S. arms. That's without a doubt. I would show the complicity that was indisputable. Fragments of U.S. bombs next to massacres of mostly children, and that's the devastation. It's been overwhelmingly children. When you tried to speak out, vocalize what Yes. you saw happening in Gaza, you Yes. feel like you were told to shut up. Yes. I would show images of children that were starved to death. In one incident, I was basically berated, don't put that image in there. We don't want to see it. We don't want to see that the children are starving to death. Most of the bombs come from America. Most of the technology comes from America, and all of the fighter jets, all of Israel's fixed-wing fleet, comes from America. Linkage between every single bomb that is dropped in Gaza and the US, because every single bomb that is dropped from an American-made plane. These Israeli airstrikes, you could say, are made in America. They are. Children on top of rubble playing with ammunition casings. The same casings used to prop up these tent cities. A close look reveals where they come from. Printed on the side, USA, DoD for Department of Defense. I think the moment of October 7th was a moment of incredible worldwide solidarity with Israel. And had Israel leveraged that moment to press for a real, just, and lasting peace, I think we would be in a very different place now, in which Israel would not be facing this increasing isolation around the world, and in which its hostages would be free. هذا بقى مهمة جدا لأنها داخلة من داخل المطبخ السياسي، من داخل وزارة الخارجية الأمريكية نفسها. فنحن نرى هذا الكلام معنى كده ان في بالفعل ناس كتير جدا رافضين لهذه السياسة حتى داخل وزارة الخارجية الأمريكية. مش كده وبس، عشان برضو زي ما بقول لحضراتكم فكرة التعميم فكرة غلط. احنا ادي هو ناس في وزارة الخارجية اعترضوا واستقالوا من مناصبهم، ودي حاجة مش سهلة ان حد يتعين في وزارة الخارجية الأمريكية، يعني ضحى بمنصب مهم وربما يكون يعني بمرتب عالي في سبيل يعني اثبات وجهة نظره. فلازم برضو نحترم هذا الكلام. نروح برضو لمكان تاني، الكونجرس الأمريكي نفسه. مش ما ينفعش نعمم ونقول ان كلهم موالين لإسرائيل، يعني في بعض الناس غير موالين لإسرائيل. على سبيل المثال العضو بيرني ساندر، وهو يهودي الديانة، طلع بمشروع قانون في الكونجرس الأمريكي، قدم مشروع قانون بمنع بيع الأسلحة لنتنياهو بسبب أنه بيستخدمها في قتل النساء والأطفال في غزة. خلينا نشوف مشروع قانون السيناتور اليهودي بيرني ساندر، ويا ترى كان رد فعل أعضاء الكونجرس التانيين إيه داخل الكونجرس الأمريكي. I have been very critical, I don't know what your view is, of what Netanyahu has been doing in Gaza. I introduced legislation that would stop arms sales to Netanyahu. We got 19 votes, which observers thought was very significant. Right. Significant majority of people who consider themselves Democrats agree with us. I got 19 votes. Okay? The American people do not believe that we should be supporting a government that is starving children right now as we speak. But if you stand up, you're going to find that AIPAC and other billionaire-funded super PACs are going to go to war against you, putting huge amounts of money in a primary in your general election. So it's not a question of not understanding. There are many members of the Senate who will come to you privately and say, my God, what Netanyahu is doing is outrageous. I just can't vote because
money's going to come and destroy my political career. So you got to get at the root of everything, not at everything, but a key part of this whole discussion, John, is money in politics. People cannot vote their conscience. They can't vote their intelligence when they know if they vote against the corporate world or the big money world, they're going to get defeated at the polls. That I have to say, that's an incredibly dispiriting statement, because it speaks to, it's not ignorance, it's willful and it's cynical. No. That's not will. But now so, you can blame the politician there, but he said, yeah, well, I'm going to get beaten by somebody who do worse, right? The system is broken and corrupt, the political system. Right. And that's what we have to address. طبعا زي ما شفنا يعني ما قدرش يعدي مشروع القانون بسبب وجود اللوبي الصهيوني والسياسيين الفاسدين، لكن برضه بيرني ساندر ورغم ان هو يهودي ورغم ان هو سيناتور وليه مصالح قدر ان هو يقترح هذا المشروع داخل الكونجرس الامريكي. ففكره التعميم ان كل الناس وحشه في امريكا فنفرح فيهم بقى في الحرائق دي، اعتقد انها فكره غلط وفكره سيئه جدا. وبعدين تفتكروا ال 250 مليار دولار دول اكيد مش امريكا هتدفعهم، يعني الله يكون في عون دول الخليج يعني انها هتضطر تدفع المبالغ دي لاعاده اعمار لوس انجلوس. طيب عموما بلينكن اللي هو وزير الخارجيه الامريكي كان في مؤتمر مهم جدا وبيتكلم بقى على الخطوات ما بعد وقف اطلاق النار في غزه او وقف الحرب في غزه بعد انتهاء الثلاث مراحل. وقال الحقيقه ان بقى الهدف من كل الحاجات دي انه يبقى فيه تطبيع مع المملكه العربيه السعوديه. فهو ده بقى الجائزه الكبرى اللي اسرائيل بتحاول انها توصل لها، وده من احد ربما يكون من احد الاشياء اللي كانوا عشان كده بيحاولوا يوصلوا لوقف اطلاق النار، لان قبل 7 اكتوبر كان بالفعل هناك مفاوضات كبيره جدا بين السعوديه واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه عن فكره التطبيع مع السعوديه، وكان في نقاشات كبيره، لكن لما حصل هجوم 7 اكتوبر توقف موضوع الكلام عن التطبيع طبعا بسبب الجرائم البشعه اللي الجيش الاسرائيلي بيرتكبها. وهو معروف يعني قمه الكوميديا ان هم بيسموا نفسهم اكثر جيش اخلاقي في العالم، هم الحقيقه احقر جيش في العالم يعني. فمهم فبلينكن بقى بيتكلم ان احنا بقى لازم يعني نستعد للمرحله القادمه والجائزه الكبرى اللي اسرائيل بتسعى لها وهي التطبيع مع المملكه العربيه السعوديه. The prospect of normalization between Israel and Saudi Arabia represents the best opportunity to achieve the long-sought goal of Israel's greater integration in the region. And it's also the best incentive to get the parties to make tough decisions necessary to fully realize the aspirations of both Israelis and Palestinians and cut the Gordian knot that has held back progress up to this point. Much of the heavy lifting for normalization is complete, including negotiations on complex U.S.-Saudi elements of an agreement. These elements include a strategic alliance agreement that establishes Saudi Arabia as a treaty ally of the United States, a defense cooperation agreement that enhances military coordination and builds integrated capabilities, an energy agreement that includes civil nuclear cooperation, and an economic agreement to bolster bilateral trade and investment. كلام مهم جدا بيبين لنا الخطوة الجاية ايه، الهدف بقى التاني ايه اللي هم عايزين يعملوه. التطبيع مع السعودية، اسرائيل لما تطبع مع السعودية طبعا هتكسب مليارات من التبادل التجاري، وده الحقيقة هدف كبير جدا وممكن يفتح طرق برية كمان للتبادل التجاري ويعني اشياء كتيرة جدا. فطبعا اسرائيل تتمنى انها تطبع مع السعودية، لكن الحقيقة بعد الجرائم اللي ارتكبتها اسرائيل في غزة وقتل النساء والاطفال بهذا الشكل الوحشي البشع، اعتقد ان صعب جدا يعني ان اي دولة تفكر انها تطبع مع هذا الكيان المجرم. لكن لما نرجع نتكلم على السياسة واللي اتقال، الحقيقة المملكة العربية السعودية قالت ان لو حصل ان بقى في دولة فلسطينية فهيبقى هناك فرصة للتطبيع مع السعودية. فهل هتلتزم السعودية بكلمتها في ان مش هتطبع مع اسرائيل الا اذا اسرائيل وافقت على وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، او هترجع في كلامها وهتطبع مع اسرائيل
بشكل مجاني. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتتم في وجه الطغيان. سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين. سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر المطهر من دنس قاتليكم. سلام عليك يا شعبنا العظيم، وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما اختم مع حضراتكم، يعني في حاجة برضو خبر مهم قوي الأمريكيين هنا بيتكلموا عنه بشكل كبير جدا. وهنا الحكومة الأمريكية قررت أن في خلال أيام تحديدا يوم 19 يناير هذا الشهر سيتم حظر تطبيق التيك توك. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين تطبيق التيك توك ده هو تطبيق صيني، وهو يعني من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة الشعب الأمريكي مستاء جدا، خصوصا ان في 170 مليون امريكي بيستخدموا التيك توك بشكل يومي. طبعا دي نسبة كبيرة، اكتر من نص الشعب الامريكي يعني بيستخدموا التيك توك، 170 مليون. وفي منهم بيعتمدوا ماديا على العوائد، في منهم عندهم متاجر بيبيعوا عليها حاجات، وفي منهم ناس يعني بتاخد فلوس من التيك توك. فبالنسبة لهم القرار ده يعني قرار سيء، خصوصا كمان ان في يعني التيك توك في خلال فترة حرب غزة كان بيجيب الحاجات اللي على سبيل المثال الفيسبوك كان بيمنعها. يعني الفيسبوك اي صفحة كانت بتؤيد فلسطين او يعني مثلا صورة مثلا اسماعيل هنية او صورة للسنوار، بيروح يقفل الصفحة ويتخذ اجراءات عنيفة جدا. فكان في انحياز كبير جدا من مارك زوكربيرج اللي هو يعني مالك الفيسبوك. اي حاجة ضد اسرائيل يعني كان بيتعامل معاها بعنف شديد جدا، وما كانش بيسمح بالمحتوى الفلسطيني ولا بيسمح بالفيديوهات اللي بتبين جرائم اسرائيل على الاطلاق. اكس اللي هو كان تويتر، يعني ايلون ماسك هو مالك هذه المنصة، الى حد ما بيحاول ان هو يكون لحد ما يعني مش منحاز، لكن في برضه انحيازات وفي برضه بعض الحاجات اللي يعني بيتم ازالتها. لكن التيك توك كان يعني بيجيب كل شيء وكل الفيديوهات وما بيحذفش اي فيديوهات. فالامريكان يعني اعتمدوا عليه بشكل كبير، وساهم في توعية الشعب الامريكي خصوصا في موضوع حرب غزة الاخير. فالحكومة الامريكية قالت ان كده الصين عندها بيانات 170 مليون مواطن امريكي، وده خطر على الامن القومي الامريكي. ده من وجهة نظر الامريكان، عشان كده هم قالوا ان هم هيقفلوا هذا التطبيق. طيب الامريكان يعني مش عاجبهم فكرة الحظر، وعايزين يبقى عندهم الحرية ان هم برضو يشوفوا كل الفيديوهات بدون حظر او بدون قيود، يعني غير القيود اللي موجودة على الفيسبوك، قيود جامدة جدا، و يعني كمان القيود اللي موجودة على اكس او تويتر. فراحوا دوروا على برنامج تاني يشبه التيك توك، فلاقوا برنامج تاني اسمه ريد نوت. وملايين الحسابات الامريكية راحت تفتح في هذا البرنامج اللي هو شبيه تماما بالتيك توك. وطلع بالصدفة او الحاجة الكوميدية بقى انه طلع كمان برنامج صيني. ويعني في اول يوم اعتقد في 5 أو 6 مليون حساب بالفعل فتحوا على الريد نوت، وملايين الحسابات بتتفتح دلوقتي على الريد نوت، لان زي ما قلت لحضراتكم هو نسخة من التيك توك بالظبط، مفيش اي فرق على الاطلاق. وبقى الريد نوت في طريقه ان هو يبقى اكبر برنامج عنده اكبر عدد من المتابعين الامريكيين بسبب ملايين الحسابات اللي رايحه على تشترك في برنامج الريد نوت، علشان الحكومه الامريكيه زي ما قلت لحضراتكم خلاص هتقفل التيك توك. ايلون ماسك عرض ان هو يشتري التيك توك. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هم عايزين تبقى كل برامج التواصل الاجتماعي تبقى تحت السيطره بتاعتهم، السيطره الامريكيه او سيطره فئة معينة من المجتمع الأمريكي، علشان يتحكموا في المحتوى ويوروا المواطن الأمريكي الحاجات اللي هم عايزينه يشوفها، ويمنعوه من الحاجات اللي هو من وجهة نظرهم المفروض ان هو ما يشوفهاش او ما يعرفهاش.
لكن احنا في عصر مختلف دلوقتي. فكان رد الشعب الامريكي رد قوي جدا على الحكومه الامريكيه، وراحوا اشتركوا في الريد نوت اللي هو برضو برنامج صيني وفي الحريه اللي هم بيدوروا عليها. ففكره حجب المعلومات في 2025 اعتقد انها فكره صعبه جدا. الشعوب كلها بتريد انها تكون حره، وتريد ايضا حريه الوصول للمعلومه. اعتقد ان الشعب الامريكي دلوقتي ادرك انه كان لفترات طويله جدا تم تغييبه وتم حجب الكثير من المعلومات اللي كان المفروض انه يعرفها، خصوصا في موضوع القضيه الفلسطينيه، وخصوصا في موضوع الفلوس اللي بتروح لاسرائيل بالمليارات وبدون ضابط او رابط. واكتشف ان هذه الاموال الطائله اللي تذهب الى اسرائيل من اموال الضرائب الخاصه به. فده يعني من الحاجات اللي هم كانوا عايزين المواطن الامريكي ما يعرفهاش. فدلوقتي المواطن الامريكي ضرب قلم جامد جدا للحكومه الامريكيه، وكل اللي كانوا على التيك توك حاليا رايحين على الريد نوت، البرنامج الصيني اللي هو شبه التيك توك تماما. بشكر حضراتكم جدا على وقتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.